وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. وحشتوني جدا جدا جدا. هنتكلم النهارده مع بعض على ماتش الاهلي والمهري. عندي بس سؤال اخواتنا الزملكاويه، هو انت يا اسطى مش هيجي لك راي حتى شاي ام علي او شاي العروسه؟ سنه النهارده ان الاهلي تعاقد مع ليبتون 3 سنين، وعندنا بقى غير ليبتون 3 4 رعاة اتصالات، عندنا رعاة تقال. انت بقى مش هتتعاقد مع ام علي؟ لعبتك الماتش اللي فات بتاع البنزينه دوت، مش عارف سولار، كنت شايف شيكابالا وجزيري كل واحد بيلعب فيهم بتشيرت شكل. اقسم بالله لو حصلت في الاهلي، يعني مش لو حصلت، هي مستحيل تحصل في الاهلي، هي لو الاهلي عملها هتقوم مجزره على مدير الكوره وعمال غرف خلع الملابس والناس دي كلها. هيحصل نصيبه. ما تجيش بقى تقارن نفسك بيا وتقعد تقول لي اصل الاهلي عنده استقرار مالي واستقرار اداري انت بتحسدني على حاجه انا بعملها لنفسي. ما تجيش انت تقول لي انت عندك استقرار مالي واستقرار اداري وانا عمال طول الموسم معايا راعي واثنين وثلاثه وبدور على الرابع وبدور على الخامس. انا بوفر موارد للفرقه، ما انا بشتغل على نفسي عشان خاطر اجيب واعمل. مش ذنبي ان انت عويل. انا عندي رئيس مجلس اداره والاعضاء بيشتغلوا على الكلام دوت، بيشتغلوا ان انا يبقى عندي راعي واثنين وثلاثه واربعه يصرفوا على الفرقه ويخلوني اجيب اللي انا عايزه ويخلوني ليا اسم. وانا اسمي اللي جايب الناس دي كلها، ما حدش مديني منحه. يعني ما جاش مثلا شركه اتصالات دي جت اتعاقدت معايا عشان انا اسمي الاهلي. هتقول لي طب امال انت مالك فرحان كده لو انت مبسوط كده ليه؟ هقول لك اصل امام عاشور عمل 2 اسيست بعد خناقته مع الشناوي. الشناوي تقريبا ضربه وهو راح للشناوي، الشناوي قال له بقول لك ايه؟ قال له بقول لك سيبني في حالي كده عشان انا في اللي مكفيني. راح رازع 2 اسيست كده دخلوا في ودان كل زملكاوي طلعوا من الناحيه الثانيه. هو ده اللي بسطني، ان امام عاشور ابتدى يصبح علينا ويقول لنا انا موجود، انا ولا وشي وحش على الفرقه زي ما البوابين، زي ما قصدي اخواتنا الزملكاويه بيقولوا، ولا اي حاجه. انا راجل جاي هدي للفرقه زي ما الفرقه دي هتضيف لي، انا جاي اعمل اسيستات واصبح عليهم من هنا ومن هنا. الشوط الاول بدا اول ربع ساعه انت ما اديتش كوره بربع جنيه، بالعكس المصري كان ماسك عليك كوره، وانت الفكره اللي كانت عندك ان اليو ديانج على طول بيزيد ناحيه اليمين، واليو ديانج ما بيضيفلكش اي حاجه في المكان دوت ولا بيعرف يأدي فيه اصلا. وطول عمره يعني ايه، احنا عارفين ان اليو ديانج مش هو اللي يقف على الكوره وهو اللي يطلع الكوره حلوه من رجله، لا احنا عارفين اليو ديانج ضغيط احسن، بيقطع الكوره، بيفتح سبرنتات لما يكون في اي هجمه مرتده عليك. اليو ديانج بتاع الحته دي مش بتاع اللي هو يطلع لك على الجناح اليمين يمسك الكوره ويبتدي يلاعب الفرقه والكلام ده كله. فدي كانت نقطه ضعف عندك. انت بتحاول تلعب كتير على اليو ديانج ناحيه اليمين، ولا اليو ديانج كان عارف يلعب بيرسي تاو ولا عارف يلعب محمد هاني ولا كان ضايف لك اي حاجه في المكان دوت، وبالعكس كان كل كوره بتجيله كان بيخسرها. فانت الشوط الاولاني كله اصلا كانت مبنيه على الفكره ديت وما عرفتش تستفاد منها ولا عرفت تعمل بيها اي حاجه. رضا سليم الوحيد اللي كان باين في الشوط الاول اللي هو لاعب خماسي، لاعب الراجل دوت يعني ايه، فنان، كورته كويسه جدا. يعني زمان كده مثلا لما كان بيبقى في لاعب فلته في الفرقه كان بيقول لك ايه ده لاعب كوره شراب. احنا من زمان نفسي يبقى عندي جناح زي دوت بيعرف يعدي من واحد ومن اتنين، بيعرف يلبس اللي قدامه انذار. حلو الكلام دوت. تطلع لاعب مثلا يعني مش لاعب مميز، لاعب اصفر زي باهر المحمدي دوت، مش عارف لاعب، لا هو لاعب وخلاص اصفر. لما يقعد طول الماتش عمال بيضغط عليك بحزق او عمال يحزق في كل كوره، عرفت تلبسه انذار تهديه طول الشوط الاول تخليه تخرجه بره اللعب. فانا كنت من زمان نفسي في جناح زي دوت يبقى مميز في الاهلي، بيعرف يعدي من واحد ومن اتنين وبيعرف يطلع الكوره وبيعرف يشوط. فانت القطعه المفقوده في هجوم الاهلي كانت رضا سليم، وناقص لنا المهاجم. وبمناسبه احنا بنتكلم على المهاجم، الناس كلها اللي عماله تقول لك موديست خطيب المهاجم في ايه دوت، ده مش قادر يجري مش قادر يعمل. المهاجم دوت انت جايبه وعارف وكولر عارف والجماهير كلها عارفه ان هي اميز حاجه فيه الكور العاليه وان هو هيدر كويس جدا. فانت عايز تحاسبه ازاي وانت مفيش اي باك اصلا عندك من الباكين لعب عرضيه صح طول الماتش؟ علي معلول ما بقاش قادر يشيل رجله مع الارض. مش عارف بقى دي بدايه موسم ولا ايه، لسه لياقته البدنيه لسه بتيجي يستعيدها مع الماتشات، مش عارف. علي معلول من اسوأ اللعيبه في الفرقه. برضه ماتش اتحاد العاصمه، الجون ضربه الجزاء اللي جت، هو اتلم مره واتنين، يتلم المره ما بيرجعش يضغط تاني يجيب الكوره، مفيش الكلام ده. علي معلول بقى وحش قوي وهو صغر عندك في الدفاع، بس احنا كنا نستغنى عن الكلام ده كله لو هو مميز قدامه ان هو هيعمل لك عرضيات وان هو بيبقى جناح تاني ويبقى مميز قدام في الصناعه وفي طلوع بالكوره والكلام ده كله. بس انا مش شايف ان علي معلول يعني بيديني ده كله السنه دي. انا مش شايف اول ماتشين كده، انا مش شايف علي معلول موجود. ومن نهايه السنه اللي فاتت على فكره احنا بنتكلم في الحته دي، وكنت عامل حلقه تقييم الصفقات كنت قايل لك لازم تجيب باك شمال مكان علي معلول.
علي معلول سيء جدا، ومش عارف ده انت هتكمل بيه اللي انت داخل على مفرمه. هتقول لي ما احنا ممكن نتعاقد مع باك شمال في يناير. هقول لك يا حبيبي انت عندك كاس العالم والسوبر ليج ونص الدوري هيبقى عندك قبل يناير. انت عندك اهم ماتشات واهم حاجه عندك كلها قبل يناير. ايه اللي هيخلينا استنى ليناير؟ انت كنت المفروض انت جبت باك شمال تقيل. كريم الدبيس ده عمره ما يعرف يلعب معاك في الدوري. كريم الدبيس ده كنت حاسم الدوري، كنت بتلعبه ما كانش باين. انت شايف ان هنا في تقصير من الاداره او من كولر، بس انا اكيد كولر طلب باك شمال مكان علي معلول. بس انت مش هتكمل الموسم بلاعب عنده 35 سنه ولا 36 سنه في الباك الشمال اللي هو اكتر مكان في الملعب بيحتاج لاعب صغير، ومحتاج لاعب بيجري كتير وبيفتح سبرنتات كتير وعنده لياقه بدنيه عاليه. ازاي ما جاش شركه اتصالات دي ولا شركه ليبتون ولا بنك ابو ظبي؟ دول ما جوش تعاقدوا معايا عشان خاطر حبا في الاهلي، لا هم جايين عشان عارفين ان اسم الاهلي هيضيف لهم، عارفين ان الاهلي عنده اداره محترمه وعنده ناس بتعرف تدير الملف ده ازاي. فما انت ما حدش مديني منحه، ما حدش بيعطف عليا، بالعكس ده انا اي اسم بيتحط على التيشيرت بتاعي انا اللي بضيفه. فعايزين نطلع بره نغمه ان الاهلي عنده رعاه وعنده استقرار مالي واستقرار اداري والكلام ده كله. انت كده مش بتذلني، انت كده يعني انت كده بتدين نفسك. يعني انت كده بتدين نفسك. ان انا عندي ناس بتشتغل، انت بتعايرني عشان عندي ناس بتشتغل على نفسها وبتجيب الرعاه وتشتغل مع شركات استثمار اللي هم يجيبوا لي راعي جديد، ولا انا اضيف للناس دي والناس دي تضيف لي. ودي نقطه كنت حابب اتكلم فيها قبل ما نخش في المباراه. تاني حاجه بقى عايز اتكلم فيها، الناس هتقول لي انت مالك بتتكلم وانت مبسوط كده ليه؟ عشان الاهلي مثلا بدا الموسم باربعه. هقول لك لا ده ما الاهلي بادئ السنه اللي فاتت برضك مع الاسماعيلي كسبان اربعه. هتقول لي طب عشان الاهلي كسب المهري اربعه برضك. هقول لك حلوه برضك بس مش هو ده اللي بسطني برضه. هتقول لي طب الاهلي عشان كسب علي ماهر الاصفر اللي بيجي قدامنا يقعد يحزق ويقعد يغل كده ويخلي اللعيبه كلها تلعب اوفر ريتد كلها كده وعايزه تكسر في لعيبه الاهلي. هقول لك لا برضه مش هو ده برضه اللي بسيط. نرجع تاني للماتش، وفي الدقيقه 44 يعني ايه الماتش فضل يعني مش من اول ربع ساعه لحد الدقيقه 44 فضل ماشي بنفس الريتم، مفيش اي هجمه خطيره عليك، ولا انت قلت للشناوي يا ابن اللعيبه ولا برافو يا شناوي انت شلت كوره حلوه، لا. ولا الناحيه الثانيه برضك محمود جاد شال كوره كويسه، انت ما كنتش موجود ولا فرقه ثانيه كانت موجوده. يعني نقطه سلبيه قوي عندك ان انت المصري يبقى متعادل معاك في الاستحواذ 50-50، وحشه قوي. انت من امتى في فرقه اصلا في الدوري كلها بتبقى متعادله معاك في الاستحواذ؟ وكان بعد الماتشات الماتش كان المصري واخد منك الاستحواذ. تيجي في الدقيقه 44 اسيست من امه العالمي لرضا سليم، يحاول يشوطها بشماله كده تخبط وترجع لامام عاشور، يتقل عليها سيكه كده سيكه صغيره قوي، يلاقي رضا سليم فاتح له وحاططها له، رضا سليم من مره واحده يحطها في البعيده، هدف ولا اجمل. وينتهي الشوط الاولاني على كده. الشوط الثاني وفي اول 10 دقائق امه العالمي، انا هسميه امه العالمي على طول، مش هقول امام عاشور تاني. اول ما اقول امه تعرف ان هو امام عاشور، او هقول العالمي على طول مش هقول امه كمان، ماشي؟ عشان الكلمه دي بس هتلهلب ودان ناس زمايلي، ماشي؟ يجي العالمي في الدقيقه 53 يعدي من المدافع اللي هو بيحزق طول الماتش دوت، اللي هو فاهمني، يعدي منه يلبسه الانذار الثاني عشان يتطرد ويبقى نقطه تحول في الماتش جامده جدا. انت كنت نازل الشوط الثاني اصلا مركز اكتر بفكر جديد، كنت نازل انا ناوي هدوس على الناس دي، انا الفرقه دي كده خلاص انا نازل عشان ادوس عليها. انا خدت اللعيبه خدت دش سخن ما بين الشوطين من كولر، كانوا نازلين ليك هجمه وليك الثانيه، وكان امام عاشور اصلا اتلخبطت برضه قلت لكم امام عاشور معلش. العالمي كان داخل في الهجمه دي اصلا، كان داخل يعتبر من ناحيه الشمال، كان داخل انفراد، بس المدافع اللي هو اتطرد، حب يعطل الهجمه واتطرد. في الدقيقة 55 يجي انفراد لموديست يضيعه بطريقة غريبة قوي، وانا كان نفسي الكرة دي تيجي جون، او نفسي اشوف كواليتي المهاجم العالمي. يعني ايه هو كولر تحس ان هو قرفان من حاجة مش عارف. يعني بص هو نازل لسه مش عارف انا بلعب فين، والناس دي انا مش واخد عليها، في حاجة في تفكيره، شامم باط حد وحش، يعني هو شامم تحت باط حد مش عاجبه، مش عارف، هو في حاجة غلط، في حاجة معكرة مزاجه. يعني هو ده كواليتي، لو محمد شريف كان حط الكرة دي جول. بس مش عارف بقى ايه، مش هقدر طبعا احكم على، ما بحبش احكم على لاعب من اول ماتش ولا من تاني ماتش ولا من تالت ماتش. انت جايب مهاجم كان لسه بيلعب في بروسيا دورتموند السنه اللي فاتت، ما بعرفش انا احكم على مهاجم او على لاعب عامه، فاهمني؟ مهاجم كان بيلعب في بروسيا دورتموند السنه اللي فاتت، فاكيد مهاجم كويس. هو كان هناك 50% فهو هيجي هنا اديني 90% و100% كمان. فيضيع الكوره بطريقه غريبه قوي، يشوطها في نص الجون تخبط في الحارس وتطلع بره. وكان واضح ان الاهلي الشوط الثاني نازل جماعيا هو احسن، والطرد ماشي، الطرد سهل عليك كتير جدا طبعا في الماتش، وخلى الفرقه قدامك بتلعب ناقصه واحد، وانت استغليت دي طبعا بالهدف بالجول الثاني والثالث والرابع. عرفت تدوس على الناس دي، عرفت يعني الفوز على الناس دي بالذات، يعني انت تكسب الناس دي وبالذات بالطريقه المهينه دي بيفرحني بيسعدني. يعني الفرقه دي بالذات ما احبش اخسر منها اكتر من الزمالك كمان.
يعني انا ممكن ارضى ان انا اخسر من الزمالك وما ارضاش ان اخسر من الفرقه دي، واكتر من بيراميدز واكتر من الاسماعيلي. يعني سبحان الله. الدقيقه 70 بيست تاو يعمل 1 2 مع محمد هاني، جميل جدا. كرة تتلعب من محمد هاني يلعبها من فوق رجل اللاعب، يعني محمد هاني يعمل 1 2 مع بيرس تاو، يحط الكرة من فوق رجل المدافعين، تنزل بيرس تاو يعدلها بشماله ويحطها في الجون بطريقة جميلة قوي 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 كمان في البعيدة. والهدف الثاني جناح الفايق اللي هو قال لك انا مش همشي من الاهلي لما اثبت للجماهير دي ان انا مش صفقه فاشله. والله واحنا مصدقينك اللي انت مش صفقه فاشله. جناح عالمي، ويمكن الوحيد اللي في السكواد بتاع الاهلي اللي ممكن يقعد رضا سليم. هو يعني هو اللاعب الوحيد اللي في رضا سليم ان هو بيلعب مكانه بيرسي تاو. ايا كان اللي هيحصل، في حاجه كده بيني وبين بيرسي تاو انا بحب، ايا كان هو اداء وحش انا بحب بيرسي تاو يبقى في الملعب. لاعب عنده حلول، لاعب فعال جدا على المرمى، ما بيتفزلكش كتير، كورته كويسه. في الدقيقه 75 على طول العالمي يعمل اسيست من 100 عقبه، يوصل لبرج العرب على طول، ينزل لبيرسي تاو يعدي من المدافع ويحطها في البعيده بطريقه ولا اجمل، تخش في الجون. لا مش في ده حد من زكاه، تخش في الجون بيرسي تاو ويسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي. في الدقيقه 80 كولر يقرر يعمل 5 تبديلات، او مش يقرر يعمل 5 تبديلات، هو قرر ينزل الناس اللي جنبه كلها. في الدقيقه 80 كولر تحس ان هو كان قاعد على الدكه كده، راح مقوم الناس اللي جنبه، قوموا كده، قوموا سخنوا، يلا كلكم قوموا انزلوا، قوموا انزلوا هتقرفوني. قفشه بقى وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر مروان عطيه، انزلوا كده تشوفوا الناس دي اللي بتلعب ديت عماله، يعني خفوا عليهم شويه، يعملوا اي حاجه. كريم فؤاد راح جاي راجع وكمان مسجل له جون، طبعا عوده حميده لكريم فؤاد ومميز جدا قبل الاصابه. يا ابني والله يعني انت ان انت تبقى غايب 260 يوم ولا 270 يوم، يعني اقل من سنه بحاجات بسيطه، اقل من سنه تقريبا بثلاث شهور، ان انت ترجع في اول 10 دقائق ليك تسجل جون كده، يعني ده سلكان، ده واحد كده قريب من ربنا، وربنا بيحبك ان انت في اول ماتش ترجع تجيب جون يديك الثقه تاني في نفسك ويرجعك تاني. انت قبل ما تغيب كنت نجم الفرقه، كنت هداف الفرقه كمان في الدوري، فربنا يكرمك والاهلي محتاجك. وهنيجي مع بعض للفقره المحببه من وجهه نظري، فقره الاسوأ والافضل من وجهه نظري. هنبتدي مع بعض بالاسوأ كالعاده، الكابتن اللي هو واحد من كباتن الفرقه رامي ربيعه، اللي انا مش عارف هو عايز يجيب لي جلطه ولا مدير يعني الكابتن رامي ربيعه ماسك زله على حد في الاهلي. سمعت اللي هو كان جاي له عرض من تركيا برقم كويس، ولا مش عارف من لبنان، هو كان جاي له فرقه، كان في فرقه جايه له ان هو يروح يحترف فيها، ما مشيش ليه؟ يعني انا عايز افهم، يعني معتز محمد اللي قاعد على الدكه دوت افضل من رامي ربيعه. انا رامي ربيعه دوت بيوترني، هو بيوترني، هي الكوره تحت رجله كده انا بتوتر، مش عارف، مش هو اللي بيتوتر، لا هو بيوترني. هو داخل على لاعب لو جوه ال 18 اقسم بالله بقعد اقول يا رب استر، يعني حتى لو الكوره ما فيش اي خطوره انا بقول يا رب استر، ممكن يديله ضربه جزاء. هو لاعب كده متوتر طبعا. وتاني لاعب معانا علي معلول، مش عارف، يا رب يا رب تكون دي بس ايه، يعني اللي هو لسه ما جاش لفورمه الماتشات، وما يكونش هو يكمل الموسم على كده. اسطوره وكل حاجه، بس كل سن وله حكمه. وتالت لاعب معانا اليو ديانج، مش هو مش كان وحش عشان هو يعني ايه كانش فايق، لا هو ديانج كان فايق وكان كل حاجه كويس وكل حاجه، بس توظيف المدرب ليه في الشوط الاول كانت مخليه ديانج متوتر الى حد ما، ومحتاج ان هو يقف على الكوره كتير، ودي مش بتاعته. هنعتبر ان تالت لاعب معانا دوت من الاسوأ، نعتبره مش موجود، او هنحط فيه اليو ديانج مع الاخذ في الاعتبار ان هو ما كانش وحش عشان هو ما كانش مركز، ولا هو كان وحش في الماتش، لا هو توظيف المدرب ليه كان سيء بس. وهنيجي طبعا على الافضل من وجهه نظري العالمي. طبعا انت عرفت، انا قلت العالمي فانت عرفت مين، مش هنكمل بقى. العالمي تاني لاعب معانا رضا سليم، بقى عندنا جناح بتاع كرة شوارع، بيلعب كرة شوارع، يعني طول عمري بقول ايه حسين الشحات بيلعب كرة شوارع وكرة شراب شوية، بس ده بقى اصيع من الصايع، يعني ايه بتاع كرة شوارع اكتر من بتاع كرة الشوارع اللي عندنا حسين الشحات، انت اكيد فاهم قصدي. واخر لاعب معانا بيرسي تاو. بيرسي تاو كان النهارده مميز جدا في حته الفينش على الجون، وان هو رجليه، اللاعب اللي بيعرف يشوط في البعيده على طول من لمسه واحده ديت. بيرسي تاو شكله بادئ موسم مبشر جدا، وربنا يكملها معانا على خير تاني زي السنه اللي فاتت، عشان انا حاسس لسه في توهان من اللعيبه، كانت واخده صدمه الشوط الاول، صدمه ان انت خسرت السوبر، واحسن ان انت خسرت السوبر. هتستغرب تقول لي يا عم انت اهلاوي ازاي وتقول لي احسن خسرت السوبر؟ اقول لك احسن انت خسرت السوبر، انت عندك بطولات تانيه كتير اهم من السوبر. وانا كنت شايف ان اللعيبه نازله في السوبر، صحات اللعيبه قبل الماتش كلها اللعيبه نازله بثقه، واحنا نازلين هنكسب الماتش، والكره عمرها ما كانت كده. الكره عمرها ما كانت كده، اللي انت نازل لو هتلاعب الزمالك ما ينفعش تقول انا هنزل اكسب الماتش. يعني بص انا بقول لك ايه، يعني مثلا لو انت هتلاعب الزمالك ما ينفعش تنزل تقول انا هكسب الماتش. تدي اي فرقه حجمها وتبقى مركز، ربنا هيكرمك
والقلم اللي انت خدته في السوبر الافريقي دوت هيخليك تركز في ماتشات اهم تانية هي السوبر ليج. اول بطوله يهمنا جدا ان اول بطوله تتكتب باسمنا، وعندك كاس عالم باذن الله ربنا يوفقك ونلعب السيتي في النهائي. وبس كده، وصلت معايا في الحته دي في حلقه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الحلقات الجديده. سلام.